مساء الخير على كل المشاهدين. النهاردة هنتكلم عن جريمة السب وجريمة القذف في القانون، وازاي ناخد حقنا لو حد سبنا وقذفنا، وايه هي عقوبة السب والقذف في القانون. اهلا بيكم في القانون وما فيه مع محمد منصور. اهلا بيكم مرة تانية. النهاردة هنتكلم عن جريمتي السب والقذف في قانون العقوبات المصري. طبعا جريمتي السب والقذف من الجرائم طبعا اللي بتصيب الانسان من شخص اخر. طبعا يعني كلنا ما نحبش حد يشتمنا او يقذفنا باي الفاظ، وطبعا القانون المصري وقف بالمرصاد لمن يرتكب هاتين الجريمتين عندما يتعدى شخص على شخص آخر بهاتين الجريمتين، اللي طبعا الأذى النفسي بيبقى أصعب حاجة، بتؤدي إلى نتيجة إن الإنسان بيروح بيته وبعدين بيتذكر إن هذا الشخص قام بسبه وقذفه بأبشع الألفاظ. وطبعا الشخص المشتوم أو المقذوف بيبقى مش عارف يعمل ايه، وبيبقى تايه وفي حيرة من امره، ولكن القانون المصري وقف بالمرصاد لكل شخص يسب شخص اخر ولكل شخص يقذف شخص اخر، واعطى له عقوبة بموجب نصوص مواد قانون العقوبات. ولكن عايزين نعرف ما هو السب. السب هو الشتم، سواء كان صريحا واضحا او باستعمال الفاظ توم اليه، وهو الصاق العيب او تعبير يحط من قدر الانسان نفسه او يخدش حياءه لدى غيره. زي ايه الكلام ده؟ زي ان يكتب الانسان ان فلان حيوان او عديم الاخلاق الى غيره من الالفاظ التي تعبر عن السب. أما بالنسبة لجريمة القذف فهي جريمة مختلفة تماما في معناها عن جريمة السب. والقذف معناه إسناد أمر معين إلى شخص معين، بحيث لو صدق هذا الأمر لأوجب عقاب الشخص المقذوف، كأن يقول أحد الأشخاص إلى شخص آخر أنك لص أو مرتشي أو مزور، وبالتالي هذه جرائم من الجرائم المنصوص عليها بموجب قانون العقوبات المصري. فلو صدقت هذه الاتهامات بالتالي يعاقب عليها الشخص المقذوف، فلا يجوز قانونا أن نقوم بقذف شخص بريء من هذه التهم. وإذا اتضح أن هذا الشخص بريء من هذه التهم فبالتالي تعد الأقوال التي وجهت إلى هذا الشخص على سبيل القذف المعاقب عليه بموجب نصوص قانون العقوبات المصري. وبالتالي هناك أمور تتحقق بها جريمتي السب والقذف نصت عليها نص المادة 171 من قانون العقوبات المصري، وهي شرط العلانية. وشرط العلانية هو شرط مفروض في جريمتي السب والقذف حتى يعاقب مرتكب هاتين الجريمتين بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات المصري. إذن تتحقق جريمتي السب والقذف بالطرق العلنية، كأن يقوم الشخص الذي يسب أو يقذف بالسب والقذف في مكان عام يجلس فيه الكثير من الناس فيسمعون سبه وقذفه إلى شخص معين، أو كأن يقوم شخص بسب شخص آخر وقذفه في طريق عام يسمعه المارة من السائرين في هذا الطريق، أو أن يقوم هذا الشخص بكتابة ألفاظ السب والقذف أو تصويرها أو جعل أن ينشرها في مكان ما بحيث يراها المارة من الطريق. فهذه كلها طرق من طرق العلنية التي نصت عليها نص المادة 171 من قانون العقوبات المصري. وبالتالي يشترط لتحقيق جريمتي السب والقذف
أن تكون هذه الجريمة جريمة علنية حسبما نص عليه المادة 171 من قانون العقوبات المصري. وبالتالي تعتبر الكتابة والصور والإعلانات من قبيل السب والقذف إذا كانت علنية، أي أن تعرض في مكان يراه كل الناس وأن توزع على عدد من الناس، ويكون القصد من وراء هذا التوزيع هو خدش سمعة شخص أو اتهام شخص بجريمة هذه الجريمة لا تتحقق فيه، وبالتالي لا يتحقق جريمة السب والقذف إلا إذا كان هناك ركن العلانية، وركن العلانية لابد له من شروط لابد أن تتحقق حتى يكون هناك عقاب واجب لجريمتي السب والقذف. ومن المؤكد أن هناك الكثير من المشاهدين يريدون ويرغبون في معرفة الفارق بين السب والقذف. فالسب والقذف هناك فارق بينهما. القذف هو أن يسند واقعة معينة إلى شخص معين، هذه الواقعة تشتمل على ألفاظ سواء هذه الألفاظ مكتوبة أو منشورة، فهذا يعد من قبيل القذف. أما السب هو الذي لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، وإنما يتضمن ألفاظ تخدش الاعتبار وتخدش حياء الإنسان وسمعته. أما الذي يحدد ألفاظ السب والقذف هو القاضي من خلال فهم الواقع الموجود في الأوراق، وطبعا تراقبه في ذلك محكمة النقد. وبالتالي تتحقق أيضا جريمة السب وجريمة القذف إذا تم ذكر اسم المجني عليه أثناء قول ألفاظ السب أو أثناء قول ألفاظ القذف أو أثناء كتابتها أو الإعلان عنها بأي طرق من طرق الإعلانات الموجودة في نص المادة 171 من قانون العقوبات. وبالتالي لابد من ذكر اسم المجني عليه حتى تتحقق جريمة السب وجريمة القذف، وبالتالي يعاقب عليها بموجب نصوص مواد قانون العقوبات المصري. وقد يطرح البعض سؤال، وهو هل يقع أو هل تقع جريمة السب والقذف على شخص ميت؟ بالتالي الإجابة هي أنه لا تقع جريمتي السب والقذف على شخص ميت إلا بشرط واحد: إن طالت ألفاظ السب والقذف شرف أو اعتبار العائلة أو الأسرة، وبالتالي لا يجوز أن يسب ميت أو يقذف، لأن هذه الألفاظ إذا طالت الأسرة فبالتالي تستطيع الأسرة أو أي أحد من أفراد الأسرة أن يرجع على هذا الشخص ويقوم بتحرير محضر بالسب والقذف ضده وتطاله نصوص مواد قانون العقوبات، وبالتالي يحكم عليه بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات المصري. وأيضا يعد سبا وقذفا الطعن في سمعة العائلات وفي شرفها كسب النساء وقذفها أو رجال هذه النساء، وأيضا الخوض في شرف هذه العائلات يعد من سبيل السب إذا تضمن معنى السب، ويعد من سبيل القذف، وخاصة قذف المحصنات وغير المحصنات من النساء. فبالتالي يعاقب الإنسان الذي يسب عائلة أو أحد أفراد هذه العائلة، وأيضا يعاقب بعقوبة المقررة في قانون العقوبات المصري من يقذف أحد أفراد العائلات أو يسب نساء أحد العائلات. وهناك سؤال يطرح نفسه: هل يجوز سب وقذف الشركات وهي الأشخاص المعنوية؟ وهل هناك عقاب عن مرتكب السب والقذف لهذه الشركات؟ للأسف لا يوجد نصوص في قانون العقوبات المصري تؤدي إلى هذا المعنى، ولكن عقوبة السب والقذف
للأشخاص الذين يسبون ويقذفون الشركات غالبا تكون للقائمين على إدارتها، وبالتالي القائم على إدارة هذه الشركة يستطيع تحرير محضر ضد هذا الشخص ويطال منه في القانون، وتطاله عقوبة القانون المقررة في قانون العقوبات المصري، وهي عقوبة السب وعقوبة القذف. أيضا سؤال يطرح نفسه: متى يكون المقال المكتوب أو المنشور يحتوي على جريمة السب والقذف؟ وهو يكون سب أو قذف عندما يحتوي هذا المقال المكتوب أو المنشور على ألفاظ هي ألفاظ السب والشتم الذي عرفناها، وهي ألفاظ تخدش السمعة أو الاعتبار، أو ألفاظ تؤدي إلى اتهام شخص بجريمة ليست فيه، فبالتالي هذا المنشور وهذا البوست المكتوب يكون هناك جريمة هي جريمة السب والقذف محققة إذا تم توجيهها إلى شخص معين باسمه، وتكون هذه الوسيلة المكتوب بها المقال المنشور أو المكتوب هي وسيلة من الوسائل الإعلانية كنشرها عن طريق الإنترنت أو توزيعها لدى عدة أشخاص، وهذا القصد الجنائي المتوفر في هذه الجريمة يكون قصدا جنائيا معتبر إذا كان القصد من توزيع هذه الأوراق أو نشر هذه الألفاظ هي الإساءة إلى هذا الشخص والتحقير منه والتقليل منه والزج به في تهمة هو بريء منها. وبالتالي إذا تم توزيع هذا المقال المكتوب أو المنشور على عدد من الناس دون تمييز بقصد إهانة هذا الشخص والحط من قدره واتهامه بجريمة ليست فيه، فبالتالي تتحقق جريمة السب والقذف في هذا المقال المكتوب والمنشور. هناك أيضا سؤال يطرح نفسه، وهو السؤال: متى تتحقق ركن العلانية بالكتابة؟ وبالطبع إذا كتب شخص ألفاظ سب وقذف هناك شرط لابد أن يتحقق، وهو شرط العلانية الذي تحدثنا عنه في نص المادة 171 من قانون العقوبات المصري. الشرط الأول هو شرط التوزيع، الشرط الثاني هو شرط العرض، الشرط الثالث هو شرط البيع أو العرض للبيع. ولابد أن يكون هذا التوزيع لعدة أشخاص دون تمييز حتى ولو كان المكتوب من نسخة واحدة، وبالتالي حتى تتحقق جريمة السب والقذف في الشيء المكتوب لابد من توافر شرط العلانية حتى يعاقب هذا الشخص على الألفاظ المكتوبة سواء كانت ألفاظ سب أو ألفاظ قذف. وهناك أيضا سؤال يطرح نفسه: هل تتوافر العلانية بالتوزيع السري؟ لا تتوافر العلانية بالتوزيع السري أو حتى بين أفراد معينين تربطهم روابط مشتركة. وهناك شرطين لابد أن يتحققا لتوافر شرط العلانية في جريمتي السب والقذف. الشرط الأول هو أن تكون العلانية بإحدى الطرق المبينة في نص المادة 171 من قانون العقوبات المصري على سبيل المثال لا الحصر. الشرط الثاني أن يكون هناك قصد جنائي في العلانية، وبالتالي إذا لم يكن هناك قصد جنائي في العلانية فلا يوجد عقاب لجريمة السب والقذف، مثل الوقائع التي تكتب في البلاغات والعرائض والشكاوى المقدمة إلى الجهات الحكومية. وبالتالي فإن جريمة السب وجريمة القذف تعد من الجرائم المعاقب عليها بموجب نصوص قانون العقوبات المصري إذا توفرت شروطها وأركانها في حق المتهم، وإذا توافر الدليل على قيام المتهم بارتكاب هاتين الجريمتين. وأخيرا لسه القانون ياما فيه حكايات، مش عايزك تقلق وأكيد هتعرف القانون وما فيه.